باغي تشري هوندا اس اش وما عارفش كيفاش تقلبها، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريك كيفاش تقلب الاس اش بلا ما تحتاج حتى شي ميكانيك، وراسك تقدر تمشي وتقلبها وتعرفها واش مزيانه ومريقله وكلشي. اول حاجه تشوف في الموتور هي الصباغه اللي فيه كي دايره، ومن الاحسن بعدو على اللي معاود في الصباغه. بحال دابا هذا راه الصباغه ديال الدار، وراه باين الموتور اللي معاود في الصباغه من الموتور اللي ما مصبوغش الخوت. المشكل فين كيكون؟ ماشي في الصباغه، المشكل راه كاين في البوليستير. هانتوما حاولوا تقلبوا حتى هنايا في الكادبو واش كاين البوليستير ولا لا، حيت الخوت الموطور مصبوغ كيكون ضروري ديك السيده ولا شي حاجه. داكشي علاش قلت لكم تبعدوا عليه. كما كتشوفوا هنايا الديسك الخوت مازال مزيان، ونشوفوا حتى لابيس واش راكبه ولا ما كانتش راكبه. لابيس الخوت فالموطور كيكون طايح بواحد 3000 حتى 4000 درهم، حيت كيحيدوا لي لابيس كيعاودوا فيها البيع، ولابيس راه دايره الثمن هي ولا باي ديالها ولا انستالاسيون ديالها. ونشوفوا حتى الجوانط واش فيهم شي عوجيه ولا شي حاجه. وحتى بالنسبه للسيكاد شوفوا لي زايد ويل واش فيهم الزيت ولا لا، شوفوا واش كيخرج الزيت لي زايد ويل ولا لا. بالنسبه للصباغه اللي في هذا الموطور فهي صباغه الدار كما كتشوفوا، كاليتي اللهم بارك ديالها باينه، باين الصباغ الموطور اللي معاود الصباغه واللي ما معاودش الصباغه. غنديماو الموطور باش نشوفوا واش شاعله شي بوله د لومبان تشيك موطور ولا لابيس حتى هي ولا اي حاجه. المهم بالنسبه لابيس الخوت ملي كتشعلها كتكون شاعله، ولكن خاصك تحرك بها، خاصها تطفى ديك البوله. ما طفاتش البوله د لابيس عارف بلا كاين مشكل في لابيس. وراقبوا الخوت حتى المشكل ديال الروبو، حيت راه كاين اللي كيكون فيها روبو ما خدامش فيه شي مشكل ولا شي حاجه. المهم بعد ما ديماينا الموطور دابا نجيو لهنايا باش نشوفوا واش الماكينه ساقله الخوت او لا. دابا داير رجلي خانق الشاكمه باش نسمع الماكينه واش ساقله واش فيها شي تقاقيب ولا شي حاجه، ونشوفوا جهه الشاكمه هنايا واش كتخرج الزيت ولا لا. حيت الخوت راه كاين بزاف ديال الاس اشات اللي كنت قلبت الخوت وكياكلوا الزيت وكيخرجوا الزيت، وهذا راه مشكل اللي كبير يعانيو منه بزاف ديال الدراري. ويقدر تاخذ هذا الموطور ويتكولاك كان بحال هكا. والاس اش كتبغيك يا تاخذ النقه يا ما تاخذهاش كاع في خطره، حيت تكره هكا الخوت بشي حاجه سميتها الاس اش. حيت راه لومبان ديال الاوتوماتيك صعيب وصعيب بزاف. دابا الخوت غنتحركوا بالموطور باش نشوفوا البوله د لابيس واش طفات ولا لا. هي كما كتشوفوها طفات. موراها تنتيستي حتى بالنسبه للكيدون واش هو هذاك، والموطور ماشي جرب شي بلاصه ولا شي حاجه. هانتوما كما كتشوفوا الخوت ما خاصك تكون غادي بواحد الفيتاس اللي مزيانه. انا كنت غادي بشويه، كونوا غادي بواحد 60 وهذا تلقاو يديكم. كما كتشوفوا عاوتاني روبو حتى هي خدمات، كتحسب حد 3 وكتسكت. وإلا كسيريتي ها هو تيخدم الموطور. دونك روبو خدامه كلشي خدام. وبالنسبه لحاجه اخرى الخوت اللي حاولوا تلاحظوا مهمه ومهمه بزاف، حتى السخونيه ديال الماكينه. شوفوا السخونيه في الطابلو تاعكم ما خصهاش تفوت النص، هادي باش تعرفوا اس اش ناضيه ولا ما ناضياش، فهمتي؟ حيت راه كيكون مشكل في الكيلاس في الماكينه لداخل. السخونيه غتعذبك في الحياه ديالك. وحلوا الخوت ضروري تحلوا الطابيه باش تشوفوا القسام. غتقدر دي معاك السوارت نتايا بوحدك الا بغيتي تمشي تقلبها، اولا تقول داك مول الموطور قول لي راه نجي نقلبها، دير ضروري خصني السوارت ديال باش نحل الموطور. غتحل الموطور الخوت حتى من هنايا تحت الكوسان، راه ساهل. هاديك الفيسات تحيدهم باش طل، هاد الفيسات هادو اللي تحيدهم باش تطلع الكاينه جنيت لداخل واش كاين فيه البوليستير والقصيم واش كاين. حيت الاغلبيه ديال الاس اش كتقسم يا من اللور يا من داك الطابيه الخوت الجهه الوسط. و 80% ديال الاس اشات الخوت راه فيهم القصيم، يعني حدوا راسكم. والناس اللي تيشريو ب 40 راه 100% مقسومه، فهمتي؟ باش تعرفوا هاد القضيه ديال الخوت. يعني حداو راسكم. كما كتشوفوا كنشوفوا حتى النقا ديال المالا وداك الشيء، وطليت حتى على ريزيرفوار واش فيها الصدا ولا لا. ودابا عاوتاني نقلبوا الطياره واش ما مجروحه ما والو. نجيو عاوتاني لقدام نشوفوا الوقوفيه ديال الموطور وكل شيء. موا الخوت ضروري خصنا نقلبوا حتى النوامر والبيسرينه، حاجه اللي ضروريه. الموطور اللي ما كانش مريقل كان فيه النوامر معاودين ولا كذا بعدوا منه، ما عندكم ما ديروا بها الخوت. واهم حاجه ملي تشري الاس اش الخوت حتى تشريها وداك الشيء دير شي اونتروتيان. شوفوا الكاروا وداك الشيء، وشوفوا حتى لومبرياج وحتى الفلتر ديال الريح حتى هو قلبوه. هادي حتى تشري الموطور، فهمتي؟ حيت هو واخا دي معاك ميكانيك الا بغى يقلبها ما يحش ليك هادشي ديال الكاروا وداك الشيء، راه يشوف لك داكشي اللي قلت لكم كامل في الاول الخوت. اما هادشي كيبقى حتى تشري الموطور عاد قلبو. هادشي زعما لي كونسومابل حاجه عاديه. وبالنسبه للاثمنه ديال الاس اش الخوت الا كان ما فيهش التقييم السابق فالنقا كيبدا من 24000 درهم جوج ونص. ولا كان التقييم السابق الخوت 28000 درهم 26000 درهم حتى 3 المليون. يعني الا بغيتي شي موطور مريقل اس اش 125 مريقله خصك حتى 3 المليون خوتي يكون عندكم البيدجي الا بغيتو تركبوا على النقا. اما الخوت الناس اللي كيتشطاو كيمشيو للبوخيص وداكشي راكم كتشريو الحطب ولا تشريو شي حاجه فهمتي مدقوقه ولا شي حاجه. الا بغيتو ريقل الخوت في الاس اش خصكم تحطوا الثمن وتقلبوا مزيان،
حيت راه النقاط في الاس اش راه بدات يقلال. حداو راسكم الخوت، والاس اش اللي خديتيها واكله العصا راه تعذبك. والبياس ديال الهوندا واخا موجوده راه غاليه الخوت. وهذا الشيء الخوت اللي قلت لكم راه هو اي حريفي غيمشي معاك هادشي اللي غيقلب. فهمتوني الخوت؟ يعني تقدروا تقلبوا حتى نتوما راسكم. نقصوا عليكم مثلا واحد 500 الف درهم الا مشى معاك شي واحد حريفي باش يقلب موطور، هادشي لا تعطيه. فنتمنى تكون المعلومه وصلت لكم، وتحياتي لكم السوبر بايكر الخوت. وخليو التساؤل ديالكم في لي كومونتير، ولا عندك شي مزيد من التساؤل الخوت ها هي الانستغرام ديالي، دخلوا تابوناو تمايا وصيفطوا لي ميساج. مرحبا بالجميع، كنحاول نجاوب على كاع لي ميساج ديالكم. تحياتي لكم.